الحقوا اطفال سوريا، الحقوا الموت في سوريا، الحقوا الناس بتموت، المستشفيات، انقذوا سوريا، حلب بتتدمر، يا ربي اوبا قشطه يا خرابي. الو بكلمك من حلب. اي وين اهلك يا بنتي انت؟ وين مات؟ وين مكان مات؟ منين طلعناك انت؟ هذا الاصابه منين هاي؟ من القصر. انت كنت جوا طلعناك من جوا؟ مين مات؟ كم اخ لك مات؟ كم اخت؟ 3 خوات؟ ايش اسمائهم؟ نورة ومنى وعايشة. نورة ومنى وعايشة؟ وامك ماتت؟ وكمان منو مات؟ عمتي. ايش اسمها عمتك؟ ايش بقى عمتك مصابة بالشيء؟ تعرج على اجرها؟ هي معاقة في الاصل؟ ماتت هون تحت الانقاض؟ مين ضربه؟ بشار الاسد. سمعتم؟ هذا هو السفيه التافه احمد ادم. يكذبون. أنحن نقتل في هذه البلاد، في بلاد المسلمين، في بلادنا، ويخرج سفيهكم يسفهنا. هذا هو العهد الذي بيننا وبينكم. يا أهل مصر الحبيبة، يا أبطال سيناء، يا أهل الصعيد، يا أهل الشهامة والمروءة والوفاء، أترضون علينا ذلك؟ أين العهد الذي بيننا وبينكم؟ نحن لا نطلب منكم أبدا أن تناصرونا بالسلاح والعتاد والمال، بل نسألكم بالله أن تسكتوا هذا السفيه الذي يسخر منا ومن جراحنا وينقص على جراحنا ودمائنا. نحن في حلب الجريحة، في سوريا المدمرة، لا نأمل ولا نثق إلا بالله أنه تعالى هو ناصرنا الوحيد. نعم يا إخوة الإسلام، في مصر وفي غير مصر نحن الله معنا ولن يخذلنا ولن يتركنا. الله تعالى بفضله ومنته سوف ينصرنا. سننتصر سننتصر رغم الجراد المنتشر، رغم الجراح والأسى، رغم الرصاص المنهمر. سننتصر بإذن الله والبعث سوف ينكسر. سننتصر رغم المدى والقرمطي سينهزم، وسنملأ الشام ورودا بإذن الله المقتدر. سننتصر بفضل الله والصبح سوف ينفجر وتزغرد الحرائر في ساحاتنا عرس الشهيد المنتصر. سننتصر سننتصر بإذن الله المقتدر.